اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا أبي بن كعب جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني وأنا قاعد في جلسة الذكر بتاعتي كده يا رسول الله أذكرك كم مرة ولا قد إيه؟ الربع يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير لك، كل ما زودت فهو خير ليك. فسيدنا أبي بن كعب كمل قال له: طيب التلت يا رسول الله، طب النص يا رسول الله، لحد ما وصل وقال له: يا رسول الله، أأجعل لك صلاتي كلها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. والنبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله ده من عند ربنا. طب أنا هقول لك موقف حصل معايا. أنا كان عندي امتحان، وكان قبل الامتحان ده 3 أيام بالظبط. المفروض إن أنا في ال3 أيام دول إن أنا أقعد أذاكر، بس والله يعني غصب عني إن أنا ما ذاكرتش في ال3 أيام دول علشان خاطر أنا تعبت. فجاء في ليلة الامتحان، يعني اللي هو النهارده بالليل أهو، وتاني يوم أنا رايح أمتحن. فاللي هو انا كنت حاسس بيأس فظيع، اللي هو انا ما ذاكرتش وعندي امتحان تاني يوم. والشيطان بقى دخل لي من النقطه دي، اللي هو انت مش انت هتسقط، انت مش عارف انت هتحل ازاي بكره في الامتحان. انا بقيت قاعد والله العظيم بقيت اعيط، اللي هو طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب انا هذاكر ازاي؟ طب انا هعمل ايه؟ طب انا هلحق ان انا اخلص في الليله دي؟ طب انا ربنا هيسويني باللي قاعد يذاكر ال3 ايام دول؟ يعني انا هجيب تقدير في الماده دي؟ فاللي هو انا ما كنتش عارف اعمل ايه. فجاء قدامي الموقف اللي انا قلته لك في اول الفيديو ده، وقلت يا واد يا يوسف، لا انت ما تستسلمش، انت معاك ربنا، وطول ما معاك ربنا حرفيا انت مش هتضيع. فاللي هو عملت ايه؟ قعدت قسمت وقتي، اللي هو مثلا قعدت جلسة مذاكرة مثلا 130 دقيقة، جلسة ساعة، وما بين كل جلسة وجلسة 10 دقايق راحة. وال10 دقايق اللي ما بين كل جلسة وجلسة ده بقيت أصلي على النبي كتير قوي. الليلة دي أنا حرفيا صليت على النبي كتير جدا، لدرجة إن أنا وصلت 1000 مرة، كترت عن 1000 مرة. حتى وأنا رايح الامتحان الصبح قاعد أصلي على النبي كتير، اللي هو وأنا على يقين والله العظيم ومحسن الظن في ربنا إن أنا إن شاء الله إن شاء الله أنا هحل كويس. انا خلاص، اللي هو انا مش عارف انا جبت الثقه دي منين، وكمان بقيت مطمن، اللي هو انا والله العظيم انا عارف ازاي، انا مش عارف ازاي، مع ان انا رايح اقل واحد ذاكرت في الدفعه، اقل واحد ذاكرت. رحت الامتحان والله العظيم احسن ماده احل فيها، واكتر ماده جبت تقدير فيها، جبت في الماده امتياز. شوف، بمذاكره ليله امتحان جبت في الماده امتياز. فيما بالك انت كطالب ثالثه ثانوي؟ انت دلوقتي امتحانك في شهر 6 وليكن، احنا النهارده لسه في شهر 3، قدامك 3 شهور. ال3 شهور دول ده انت تهد الدنيا وتبنيها تاني. انت بتتكلم في ايه؟ بس انا عايزك من دلوقتي بقى تبدأ تصلي على النبي كتير. في اليوم ما تعديش يوم الا ما تصلي على النبي اكتر من 1000 مرة. وانا عايزك تجيلي بعد اسبوع تقول لي ان الاسبوع ده عدى عليك ازاي. عايزك تجيلي تقول لي انت انجزت ايه في الاسبوع اللي انت فضلت تصلي على النبي فيه كتير جدا. والله العظيم انا هستنى، وانا متأكد انك هتجيلي وهتقول لي ان شاء الله، يعني هتجيلي وتقول لي يا يوسف انا ذاكرت كتير جدا وانجزت حاجات انا ما كنتش اتخيل ان انا اذاكرها، وما كنتش اتخيل ان انا اخلصها اصلا. انا مش بقول لك كلام من عندي، بالعكس والله العظيم حسن الظن بالله والتوكل على ربنا ده والصلاه على النبي. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ اصلا مش انا اللي بقول لك، ده ربنا هو اللي بيقول لك صلي على النبي كتير يكفى همك. الهم اللي انت شايله ده كله، المذاكره اللي عليك دي كلها، هتلاقي اللي متراكم عليك كله انت خلصته. احنا عندنا كنوز كتير جدا، في اولها الصلاه على النبي. وانا عايزك في الاسبوع او في الاسبوعين اللي هتقعد تذاكر فيهم دول والصلاه على النبي شغاله معاك طول الوقت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في 10 دقائق مثلا في وقت راحه ما بين ماده وماده، او ما بين مذاكره ومذاكره، تقعد تصلي على النبي كتير. وانت ماشي رايح الدرس اقعد تصلي على النبي. فوالله العظيم انت هتدعي لي، انت هتدعي لي حرفيا. بس من دلوقتي خد القرار، انا اصلي على النبي طول الوقت وفي كل مكان، وانا رايح في اي حته مش هضيع وقت غير الوقت اللي ضايع عندي او الوقت الفاضي عندي هصلي فيه على النبي عليه الصلاه والسلام. والله العظيم ربنا هيكرمك، وانت ما تقلقش خالص. الدنيا بسيطه والدنيا جميله، ومفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه صعبه. وانا معاك اهون، لو انت عاوزت اي حاجه والله العظيم انا معاك. واتمنى اللي انا اقوله لك ما تقولش انا ما اعرفش وانا مش قادر، انا ما عنديش وقت. مفيش اعذار، مفيش اعذار. انت قدامك 3 شهور هم كتار جدا، بس لو انت من النوع اللي بتتمرقع فهم قليلين جدا. فاللي هو حاول تستغل ال3 شهور دول، والله العظيم ربنا هيكرمك اخر كرم. تذكر الموقف اللي انا قلت لك اللي حصل معايا ده. انا ما رضيتش ان انا احكيه الا لما النتيجه تظهر، علشان خاطر اقول لك الموقف اللي حصل معايا.
يعني أنا بقيت اللي هو الحمد لله ليك يا رب، أنا بقيت دلوقتي خلاص أنا لمّا أكون يحصل معايا أي حاجة وحتى لو مش حاصل معايا حاجة هاصلّي على النبي، بتحس إن قلبك اتطمن، بتحس إن الدنيا بتنجز معاك. معلش لو أنا كنت طوّلت عليك، وما تبخلش على الفيديو ده لأصحابك، اعمل share للفيديو وكده، يعني حاول إنك تخلّي الفيديو يوصل لأصحابك ويوصل لأي حد محتاج الفيديو ده، ومش شرط يا عم إنك تجيبه يتفرج على اليوتيوب يعني، أنا لو عايز تنزّل الفيديو عندك على التليفون وتبعته لهم، مش شرط يدخل يتفرج عليه على القناة، بس أهم حاجة إنك تستفيد، وأهم حاجة إنك تعمل بالكلام اللي أنا قُلته لك ده، وربنا يوفقك يا رب ويكرمك.